سبب الفجعة اللي بتجيلك بعد الانتهاء من الدايت واللي بترجعك للوزن اللي انت كنت عليه او اكتر، وازاي تتغلب عليها كمان. بعد ما بتخلص دايت اوقات كتير جدا بتحس بشعور بالجوع غير مبرر وما بتعرفش ان انت تسيطر عليه ابدا، فبتفضل تاكل لحد ما بترجع اسوأ مما كنت، وده اللي بنسميه الهايبرفيجيا. في نظريتين بيفسروا الهايبرفيجيا. اول حاجه هو ان انت بتفضل تاكل لحد ما ترجع نسبه دهونك زي ما كانت، لان الجسم بيكون مرتاح في نسبه دهون معينه، ودي نظريه غير مرجحه. النظريه الارجح واللي بيشير ليها العالم اي.جي. دول، وده من افضل علماء خساره الوزن، هي ان انت لما بتعمل دايت بتخسر جزء من الكتله العضليه، وجسمك بيفضل ان هو يطلب اكل لحد ما تقدر ان انت ترجع الكتله العضليه اللي انت خسرتها. وفي دراسات كتير بتقارن الحته دي بالذات بعمليه رجوع نسبه الدهون، وبتلاقي ان الارجحيه لرجوع العضلات مش نسبه الدهون، وده معناه ان انت لازم قدر المستطاع تحافظ على عضلاتك في عمليه خساره الوزن. طب تعمل ايه؟ اول حاجه محتاج ان انت تحافظ على معدلات خساره الوزن لا تتعدى 1% في الاسبوع، تحافظ على هاي بروتين دايت، والاهم من كل ده ان انت تحافظ على تمارين المقاومه وكمان شدتها. ده اللي هيساعدك ان انت بعد ما تخس قدر المستطاع ما يرجعش وزنك زي ما كان او اسفل.